خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو. نال الثنائي كريستيانو وجورجينا شهرة واسعة مؤخرا بظهورهم المتكرر معا، خاصة خلال الآونة الأخيرة بعد دعمها الواضح له خلال انتقاله لنادي النصر السعودي وسفرهم للرياض. لكن الحياة الوردية لم تكتمل، فمن الواضح وجود الكثير من الخلافات الغامضة بينهما ألمحت جورجينا مؤخرا لظهورها للجميع من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. نشرت جورجينا عبر حسابها صورة من طائرتها الخاصة مرفقة بهذا التعليق: ليس بدوني، ولم تفصح عن المقصود بهذه الجملة أو الهدف منها، لكن أشارت العديد من التقارير الأسبانية لوجود خلافات عديدة بينهم. لكن هذه التقارير تتناقض مع الأحداث الأخيرة، إذ تصدرت هدية جورجينا الفاخرة لحبيبها كريستيانو مواقع التواصل الاجتماعي. قدمت له سيارة بتبلغ قيمتها 350 ألف جنيه استرليني، وظهر في مقطع الفيديو وهو يحمل ابنته وبدا سعيدا للغاية. عام 2023 ليس عام التجارب الجديدة في الرياضة لكريستيانو فقط، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهم خلال العام الجاري، لكن كشفت التقارير أيضا عن تراجعه عن هذه الفكرة. كشفت صحيفة ماركا الأسبانية إن سبب الخلاف بينهم بيرجع لرغبة جورجينا في البقاء في أسبانيا ورفضها الانتقال مع كريستيانو خارج أسبانيا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمدت الظهور بتعابير وجه حزينة وغاضبة خلال تواجدها مع كريستيانو في الرياض، تحديدا خلال حفل استقبال كريستيانو. قد يكون الأمر مقصود أو لا، لكن ازدادت الخلافات بعدما ذكر كريستيانو أبنائه فقط أنهم هم من دعموه للانتقال لنادي النصر خلال إلقاء كلمته بحفل الاستقبال، وتجاهل ذكر جورجينا.